يمكن فاكر إن اللي بيكسر ثقتك هو كلام الناس أو فشلك في حاجة، بس الصدمة أكتر واحد ممكن يهزك هو أنت، من تصرفات صغيرة بتعملها كل يوم من غير ما تحس إنها بتسحب منك طاقتك وثقتك. الثقة مش إنك تبين قوي قدام الكل، الثقة الحقيقية إنك تكون قريب من ربنا وواثق إنه مش هيسيبك مهما حصل. أولا، فخ التواضع الكاذب كل مرة تقول ده مش إنجاز، دي حاجة بسيطة. أنت كده بتعلم عقلك يقلل منك. وقف. لما حد يمدحك قول الحمد لله، مش غرور، بالعكس ده شكر لربنا اللي وفقك وكرمك. تانيا، سم التسويف الصغير الجملة اللي بتضيع عمرك، هعملها بعد شوية، والشوية دي دايما بتطول. ابدأ دلوقتي حتى بخطوة بسيطة، ربنا هيبارك في البداية الصادقة لأنك بتتحرك وانت متوكل عليه. تالتا، قناع السعادة المزيف، مش لازم تضحك طول الوقت عشان تبان قوي. خليك طبيعي. لو وجعك حاجة احكيها لربنا، اسجد وفضفض، قوله اللي محدش فاهمه فيك، هو الوحيد اللي يسمعك من غير ما يلومك. رابعا، التحليل الزايد لكل حاجة، تفضل تعيد في الموقف مليون مرة، ليه قلت كده، كان المفروض أعمل كده، ده بيهلكك. اللي فات خلاص خده كدرس وكمل. خامسا، لغة الجسد الخاينة، جسمك بيكلمك قبل ما تتكلم. لما تمشي منحني أو تبص تحت عقلك بيصدق إنك ضعيف. ارفع راسك، خليك ثابت متواضع بس واثق، عارف إنك عبد لرب عظيم ومفيش عزة أكبر من كده. الثقة مش إنك تبقى كامل، الثقة إنك تبقى صادق مع ربنا ومع نفسك. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة، نيتك تكون لوجه الله وربنا هيكملك دايما بالخير.